السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة سوما لايف ستيل. نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ حكاية جديدة من حكايات سوما. قبل هذا ما تنساوش تفرحوني بالاشتراك بالقناة وما تبخلوش عليا بجام او كومنتار هكذا باش تكبر المدنة وتحفزوني باش ننشر معكم. ويلا بدون إطالة نبداو حكاية اليوم. وتقول أنا آية من برج باريريج، جيت باش نحكي لكم قصتي. أنا طفلة عادية، كنت نقرأ في الليسي، كنت عايشة في حالة نفسية صعيبة بزاف، وكانوا عندي بزاف مشاكل في حياتي، والناس اللي قراب ليا حطموني. اللي نقول هذا نكمل مع حياتي يجرجرني ويروح. الله غالب. كيما تعرفوا كنت في سن المراهقة وما كانش اللي ينصحني ولا يوقف معايا واللي نعد لي الطريق. ربي يهدينا على كل حال. وزدت خالطت جماعة من البنات خارجة الطريق داوني في طريقهم، ولهنا تبدأ حكايتي. فالنهار من نهارات 20 نوفمبر 2022 تعرفت على إنسان قصرت معاه وقال لي إذا تكملي معايا ونكملوا حياتنا مع بعض. المهم وش قلت له أنايا نخمم ونرجع لك. صراحة كنت خايفة، المهم خممت ووافقت. كانت هذه طبيعة فيا، الله غالب. كنت اللي يجي تقريبا نقبل به وما كانش لي ما نحكيش معاه، لكن هو نيته كانت مش صافية معايا. ظهر إنسان ماهوش مليح وما نقدرش نكمل معاه حياتي. واللي صرا كامل الناس سمعوا بحكايتنا. وصل الخبر البابات هذا الطفل، هو ما كانش مدايرني في الحساب ولا كان ناويني الحلال، كان دايرني تمسخيرة برك. بابات الإنسان هذا واعر بزاف بزاف، كان يخافوا على بيها. جا طلبني من بابا بالسيف عليه، مش بإرادته ولا حب فيا. بصح بابا شافوا ماهوش تاع مسؤولية، ولا هنا بابا خمم محال يرمي بنته. ما قبلش به طبعا لأنه ما عجبوش وشاف باللي ماهوش تاع مسؤولية. ولا هنا أنا يرضيت الوالدين قبل كل شيء. أكيد بابا حب لي الخير ويحبني نعيش معيشة مهنية. المهم لكيداه قال له بنتي ما زالها صغيرة وتقرأ هكذا. وبطبيعة الحال كي رفضوا بابا أكيد أنا لازم عليا نقطع علاقتي بيه. بصح هو حاب ينتقم، جاتو طيحة كيفاه بابا رفضوا، جاتو حاجة بيزار. بالرغم ما كانش ناويني في الأول، بصح هكذاك وحاب ينتقم، مشي حاب يرجع ليا انتقام. هو جاتو طيحة كي رفضوا بابا. واش دار الا هنا بعد لي صاحبه مدلو الكونت تاعي يعني، وقال له اهدر معاها وقنعها باش ترجع لي. بصح انا اكيد ما قبلتش، قلت له نقعدوا اصدقاء برك. واللي هنا اللي كانت الغلطة اللي درتها. وقعدت 3 ايام نحكي مع صاحبه اللي بحثوا لي هو يعني. هذا صاحبه اسمه أنيس، في عمره 21 سنة. قعدنا نهضروا، عجبته عقليتي وقال لي إذا تكوني معايا. قلت له أنا إيه بلا ما نخمم. مع الأول كان يبان تاع زطلة وخلاط ويتبع البنات، بصح كي حكيت معاه وعرفته مليح لقيته من أحسن الناس، وليد فاميليا وقعدنا نحكو مع بعض. من بعد صاحبه يعني اللي جا خطبني هذاك من بابا وما قبلش، كي عرف باللي احنا كيف كيف ولا يجي ليا ويقول لي باللي او يتمسخر بيك وراه ناوي يلعب بيك ويرميك. ويزيد يروح الآنيس ويقول له راهي تخون فيك. وانا هذا الطفل حكيت له واحد السر، نحكي اللي جا خطبني هو اللي حكيت له واحد السر
وأنيس ما يعرفوش، لأنه كنت مدايرة فيها الثقة. أيا واحدة النهار كنت نعقب في لي زيكزاما، عيط لي في الليل، حاب يهدر معايا، نقصد اللي جا خطبني مش أنيس، ونقصرو يحب يهدر معايا ونقصرو. وبسبة هذاك السر رجع يهدد فيا ويطلب مني عفايس مش ملاح، ويوسوس فيا من ناحية أنيس. ولا هنا أنا ما عرفتش وش ندير. الغدوة من ذاك راح لأنيس، قال له البارح بالليل على بالك مع من كنت نهدر؟ قال له أنيس مع من؟ قال له مع آية. وقال له ثاني واش هدر معايا؟ تخيلوا. وبدا يفضح فيا قدام الليسي ومع ماما، واللي يلقاه يقول له فلانة مش متربية، فلانة فيها، وكلام منه من اللي فيا واللي ما فياش. ودارني قسرة في الجماية تاعو، ولا سمع أنيس بالحكاية، وكي سمع أنيس بهاد الحكاية وقف معايا وما سمحش فيا، وقف معايا بزاف بزاف، ما خلانيش وحدي. واش سمع عليا وما خلانيش. كنت ندور مع زوج بنات خارجين الطريق، اللي يشوفني معاهم يهدر فيا، يقول بنت فلان مش مليحة، عيط عليا وجبدني عليهم. كنت طفل اللي يبعث لي في مواقع التواصل الاجتماعي، نقصد نحكي معاه، زاد جبدني عليهم. ولقاني مهملة قرايتي يعيط عليا وينصح فيا ويوري لي في الطريق الصحيحة. بعد ما كنت مهملة لصلاتي وقرايتي، جا هو رجعت لقرايتي ورجعت نصلي، وما يخلينيش نلبس لبسة مفضوحة، رجعت نلبس غير العريض وحجابات، ورجعت حياتي كيما كانت من قبل ما نعرف هذوك البنات الخامجات اللي داوني في هذا الطريق، طريق الهلاك. على بالي باللي غلط ونستعرف غلط كي خالط بنات خامجات، وكان اللي يجي نروح معاه، بصح الله غالب. سن المراهقة وما كانش اللي يفهمني ولا ينصحني، وربي رزقني بآنيس أحلى حاجة في حياتي، عوضني في كل شيء، باسكو لقيته راجل معايا ووقف معايا في كلش. وبعد ما صار هذاك المشكل قال ماما باللي نحب بنتك وناوي نكمل معها حياتي حتى الدقيقة الأخرى، وجا للدار وحط عليا اليد. تخيلوا. من بعد كملنا مع بعضنا عادي، حتى صار واحد المشكل كثر من المشكل الأول، وأنا قلت خلاص اسمح فيا، بصح هو كان عكس تخمامي وزاد وقف معايا. مالقري غلطت غلطة كبيرة، الحق وين خسر عمته وبنتها على جالي، والحق وين يخسر أصحابه ثاني. جامي طلب مني عفايس مش ملاح، ديما يهدر لي غير في صلاحي. رجعوا يجيوا لي صحاباتي ويقولوا لي ما يطولش ويخونك ويسمح فيك، باسكو خلاهم يغيروا مني ويحسدوني من كثرة ما يخاف عليا. كي حكى عليا الماما على واش غلط، قالت له طفلة صغيرة وما عرفتش، ما تديرش كما ولات الحرام وتفضحها وتنشرها. قد ما نوصف لكم آنيس جامي نوفي لكم حقه بهدرتي، لا خاطر تاع الصح راجل وسيدهم ثاني. كي طاحت بيا لقيته غير هو. نقول له من خلال هذا المنبر نحبك بزاف أنيس، ومش راح نسمح فيك، دوك رانا مخطوبين في الأخير إن شاء الله تدوا العبرة من قصتي، وربي يرزقكم حتى انتوما بولد الحلال اللي يستاهلكم يا ربي. ادعوا لي معاكم تكمل قصتنا. هذه هي قصة اليوم، يعني صراحة قليل وين نلقاو ولاد الحلال كيما هكذا، وكل شيء أغلبهم يعني يسمع حاجة برك يروح ليك. وش نقول لك من هذا المنبر، ربي يكمل لكم على خير إن شاء الله، ومع السلامة إلى قصة أخرى، إلى اللقاء.